المغرب متوقع خاطر هما بناو فريق على مسيطر علينا المغرب عاملين يا حسره 2004 ربحناها في الفينال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي العزاز كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نشوفوا الفيديو كيفاش علق الاعلام التونسي على الخساره ديالو امام المنتخب المغربي بنتيجه ديال 3-1 في دور الاقصائيات في دور المجموعات ديال كاس افريقيا للناشئين اقل من 20 سنه. الاعلام التونسي تيهضر وساخط ما عجبوش الحال لان المنتخب المغربي تفوق عليه بدنيا وتكتيكيا وتقنيا وكل شيء. ما شاء الله على هاد الوليدات. واختي بان لينا المدرب راه شويه ناقص وما كنشوفوش فيه الخير وما متيقينش هادشي اللي واقع دابا معاه. المهم المنتخب المغربي بان مستوى مغاير لما سبق في الجولات اللي فاتت ضد كينيا وضد نيجيريا. الحمد لله شفنا منتخب بالاخص في ربع ساعه الاخرى ديال الماتش كان المنتخب ديالنا زويون وسيطر وعرف، وهادشي كامل جا على اثر التغييرات اللي قام بها المدرب وهبي. خوتي العزاز ما غاديش نحرق لكم الفيديو، نخليكم تستمعوا التعليق ديال الاعلام التونسي ونتلاقاو مور الفيديو ان شاء الله. ولا لا بالليل الحقيقه شد بخبر يقلق شوي. منتخب الأوسط التونسي انهزم اليوم من المنتخب المغربي 3-1 في الجولة الثالثة. ترشح هكا يصبح صعب جدا، لا يصبح صعب جدا على خاطر غدا باش نستنيو ماتشوات تاع المجموعة الثالثة باش نشوفوا شكون باش يترشح. هو انا زوز هزايم دونك ننسحبوا الفريق التقني كان يحب يعدي ولكن فمك الأحسن ولا حاجات جست نقعدوا نستنيو غدوه المجموعه الثالثه وهكا نشوفوا اسكو المنتخب الاوسط التونسي يترشحوا الى لي، ولكن مردود ضعيف ومتوسط. بون نحب نقول مش متوسط مش ضعيف، يعني مش برشلونه خسرت لعبت مليح، اقل من المتوسط وخيبه امال مره اخرى مع المنتخب التونسي. وهذه اوسط احنا في اصناف الشبه خيبه امال ورا بعضها. وي هذا الهدف اللي قبله الحارس نقطه استفهام نوف حارس في الفريق الاوسطي لاس فيرونا وقت اللي فما زوج حراس على البنك يلعبوا في الاكابر. لا بالله باهي نتفرجوا في الماتش ونحكموا. ينجم يقول الجول هذاك كان حسيت ما تفرجش الماتش هذاك هو لحظه نادر انت ما تفرجش في الماتش. ينجم البارح جول الانتر قبل 3 أهداف ولكن نحى 7 عطاوها 9-10 كانوا دونك ما نجموش نحكموا. نعرف خلفيه ملاحظتك، عارف الماتشات الاخرين. لا انا عارف خلفيه ملاحظتك ولكن نتفرجوا في الماتش وبعد نحكموا على المنتخب. نحكي على منتخب كامل مردوده تحت المتوسط وباش ما نكذبش عليك ما تفاجئناش احنا وانسى نادر ايه مطران ما تفاجئناش. انا ما شئتش موالفين والمغرب والتكوين وكذا. انا ما تفاجئتش من اول مقابله يا نوفل. انا تفرجت في المقابله وحسيت انه الاستعداد سيء جدا والعطاء كان بلا روح من الاول. صدقني والله صدقني من الاول. وهيك علاش انا ما تبش بقيه المقابلات. انا مش عطاء مستوى فني ضعيف جدا خاصه وقت تسمع انه قال لك لعبوا مقابله برك تطبيقيه او مقابله معناها وديه، عملوا 6 ولا 7 حصص تدريبيه. شنو باش تعمل؟ تكون فريق هيك؟ ما نجمش تكون فريق، المفروض يلعبوا كل جمعه. انا معاه حتى الكيب ناسيونال الكبير يلزم يلعبوا على الاقل مره في الشهر مقابله وديه. كانوش مترشحين لحظه ثم نوفل الربي في ملاعبيه باش يكون عندك يلزم يكون عندك ميسي وما نعرفش شنو قصير. احنا الجوارات نتاعنا الغالبيه نتاعهم قصار يوم شويه جبريات قدام نيجيريا. شنو قصير اطول من باش يربحك بطبيعه الحال ويفك لك الكوره. وهذا اللي صاير. احنا نختاروا مش عارف انا الاختيار كيف انه ربيهم طوال قبل يلعبوهم الباسكيت البولي باش يطوالوا من الصغرى. احنا الملاعبيه نتاعنا قصار. ما تنسيش تعيين المدرب كان في الاخر عدم الانضباط كالعاده. شنو يا اخي حتى الاكابر تعين في الاخر فهمت ايه اغزر لي. ما نجموش نحكموا ما دروسناش ولكن اغلاطنا الكليشيه الاغلاط. المدرب الاخر ترشح في الاخر ما غير تحضيرات ما كذا واحد كذا فرضوا عليه 2-3 ملاعبيه 3 ملاعبين تاع فرق كبرى ما حبتش تجي وكل معناتها الميلانج الكوكتيل هذاك كوكتيل سامباتيك نتاع الخور والكامبين موجود في كل منتخب الحمد لله. وهو موجود باش ما نكذبش سنوات التالي ماهوش جديد علينا. وعندنا
وعندنا اوتوكا نرجعوا نحكيوا عليهم كي ندرسوا ونجيبوا حتى شكون مختص باش يفسر لنا، خاطر نعرف ويحكيوا على اسامي وملايه وكذا وكذا. يعني كان احنا الاواسط هكا معناتها نبكيوا على كابر بعد 5 سنين. هذاك هي. انا تو نبعث لك فيديو تصويره نتاع ملاعب يلعب في امريكا تونسي اسمه زكريا موسى، واهله تواصلوا معايا قال لك ماذا به معناها، قال لك مستعد ان تختبروه خاطر عملوا له اختبار في الإطوال ونجح، لكن الظروف نتاع العمل نتاعهم في امريكا. اسمه زكريا موسى من جهه المهديه، 185 اقل من 17 سنه، والفيديو تبر عليه يلعب مع فريق في امريكا. نبعث لك فيديو. علاش هذو المواهب هذوما ما تجيبوهمش؟ رشدوا بهم. حتى زكريا موسى مازلنا ما نعرفوش باهي ولا خايب. نبعث لك لا معناتها مردود المنتخب ما عندوش علاقه بزكريا موسى. لا ما عندوش علاقه بزكريا موسى، اما هذايا ملاعبي ينجم يفيد. احنا لا كما قلت انت، هذايا ولد صاحبي، هذايا ولد ما نعرفش، هذايا ولد جمعيه كبيره، هذايا لا صاير. واضح. برشا اسامي نحكيو عليهم دخلوا جد المنتخب وقدموا اضافه كبيره انا في المنتخب. يمكن والله اي حسب الاجماع ما تفرجش باش ما نكذبش، ما تفرجتش لقطات معناتها ما تفرجتش، ما نجمش نحكم معناتها. وتبني فريق للمستقبل يا نوفل حسب رأينا. اما تونس والمغرب تربحنا المغرب متوقعه خاطر هما بناو فريق على مسيطر علينا. المغرب عندنا يا حسره 2004 ربحناها في الفينال. انا ما مسيطر علينا الرئيسي نوفل اللاعبيه الصغار هذوما نجيبوا لهم مدرب وسدان خانه. لا يلزم احسن مدرب، مش الصغار في كل الانديه اللي راني والصغار مدربين تاع مزايا صحيح اغلبهم نتاع مزايا ومدوا 300,000 وكذا. يولي المدرب يلعب الملاعب بالفلوس ويستغنى وحاسين. قلت لك ميلونج، هذاك ميلونج المسرح والموسيقى والفن والثقافه والسبور. عندنا سافوار فير التونسي اللي تبارك الله منورنا. يمكن الاختيار المهدي خاطر عبد الحي بن سلطان كنت تفكر في كاس العالم اقل من 7 سنين، عمل ترشح للدور الثاني. ايوه سيماتراني يمكن هذا اسمه كيو بصفه عامه. يلا شكرا ندري. خوتي العزاز، شو رد الفعل ديال الاعلام التونسي كيفاش دايره، وكيفاش علقوا على النتيجه ديال المباراه، وكيفاش شافوا المستوى ديال المنتخب المغربي بالعكس ديال المنتخب التونسي اللي كان متذبذب نسبيا. خوتي العزاز ما غاديش نطول عليكم، شكرا بزاف على المتابعه. ما تنساوش تدعمونا باللايك وتعطيونا الاراء ديالكم في التعليقات. شكرا بزاف ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. القناه محتاجه للدعم ديالكم. شكرا على المشاهده ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.